السلام عليكم اعزائي المشاهدين، معكم محمد المحلاوي صاحب قناه المحلاوي ميديا وصاحب شركه ام جي لاستصلاح الاراضي بالفرافره. بس للاسف القناه مش اسمها المحلاوي ميديا دلوقتي، اسمها محمد المحلاوي، غيرت اسمها على اسمي. المهندس محمود سعد طبعا انتوا عارفينه. ازيك يا باشمهندس؟ عامل ايه؟ انت جيت النهارده، في حد اتصل بيك وقال لك روح شوف الارض اللي عند المحلاوي. انت ايه رايك؟ لا كويس. دي شهاده هتتسال عليها امام الله. لا هي الارض طبعا طالما شهاده هتسال عليها، ارض طبعا كويسه جدا. ارض طفل، فكل ما الميه بتيجي بتلين في الارض طبقات لحد ما بتنزل بتبقى الارض كلها لينه وعلى كل حاجه. فبقى عندنا انا قلت كيلو من الاسفلت. احنا على الاسفلت دلوقتي وده الجبل اهو. خلاص الجبل اهو، والجبل الثاني عشان الحر بس هيبقى في الشمس. فاحنا 800 متر. ها 800 800 متر بالظبط. يعني انا قلت كيلو وانت هتقول 800. لا 800 متر. اللهم لك الحمد والشكر. يعني انت عاجبك الارض؟ لا الارض كويسه جدا، ما فيهاش اي مشكله. مع الفرافره ب 10 او 11 كيلو. لا هنا الاراضي طفليه من الطراز الاول، ما فيهاش اي مشكله. بس الارض بتبقى محتاجه محاصيل استصلاحيه في الاول، بتبقى محتاجه فتره غسيل وتهيئه كويسه، وبعدين ان شاء الله بتشتغل. يعني لو واحد مش عايز محاصيل استصلاحيه وعايز يزرع شجر، يتوكل على الله، شد خراطيم. هي الارض دي بتاعت شجر، يعني بتاعت شجر. لو زرع شجره يبقى وفر على نفسه كتير. طبعا هي احسن حاجه هنا في الاستثمار انك تستثمر في الشجر، يعني بتقلل في التكلفه، بتريح نفسك. كميه ميه قليله بتقدر تعمل بير على 200 فدان يكفيك ويزيد بدون ساعات تشغيل كتير وبدون تكاليف كتير. بعد 3-4 سنين ربنا بيكرمك تبقى عندك مزرعه نموذجيه متكامله اشجار، ويبقى عندك انتاج كويس جدا. المحاصيل كويسه ولكن بتبقى محتاجه مجهود وبتحتاج تكاليف كتير. يعني الشجر انا بعتبره نظره مستقبليه كاستثمار افضل من المحاصيل بكتير، يعني دي من وجهه نظري الفنيه. يعني انا بحب الشجر برضه. لا الشجر ممتاز. ايه رايك في زراعه التين الشوكي؟ ممتازه طبعا. ممتازه. طبعا التين الشوكي اعتقد ان الفتره الجايه هيكون ليه دور مهم جدا. وانتاجه عالي جدا، وانتاجه بيجي بسرعه. التين الشوكي يا محمد سنه والثانيه بيديك انتاج، تقدر تبيع، بيديك كميه كبيره مهوله من التين الشوكي. التين الشوكي مش بس هو راجل اللي واقف على العربيه بيديك تينه. التين الشوكي بيدخل في صناعات كتيره جدا زي التجميل والزيوت والعصاير والكلام ده كله. الزيت بتاعه واللحمه بتاعه، اللحمه لها فايده. الزيت بتاعه غالي جدا، غالي جدا بالجرام. الزيت بتاعه غالي جدا بالجرام. زائد ان التين الشوكي ما بيحتاجش ميه كتير. محصول، هو راجل محصول صحراوي، وهو صحراوي. احنا في الصحراء بيحب الميه قليله. حتى لو حصل عندك دروب لا قدر الله في الميه، زرعت عليه مساحه كبيره. تاني حاجه في الميه بقولنا مستقبليا او كاستثمار هو كويس في الميه، ما بيحتاجش ميه كتير خالص. طيب تالت حاجه معايا ان التين الشوكي ما بيكلفش لا في زراعته ولا في تسميده ولا في اي حاجه بتحطها في الارض. هو مش محتاج منك غير شويه ميه، ما بيطلبش منك نوع معين من التربه، ما بيطلبش منك نوع معين من الميه، ما بيطلبش منك خدمه معينه او سماد معين. لا التين الشوكي حطه في اي مكان، حطه على الاسفلت وسيبه، هتلاقي ربنا كرمك منه. يعني يا باشمهندس انا قعدت في العربيه عشان التليفون بيسخن. هستأذنك، احنا دلوقتي على الاسفلت اهو. احنا كنا بنتكلم بنقول التين الشوكي ثالث سنه تبدا تبيع كفوف. لو وصلت لمرحله انك تبيع كفوف، طبعا هو بيديك كميه كفوف عاليه جدا. ممكن من الفدان تزرع 50 فدان. يعني مثلا ممكن يجيب لي كفوف بكام؟ الفدان بيبيعوا له كفوف مثلا ب 1000 ونص، صح كده؟ بالظبط كده. يبقى 50 فدان يعني يجيب له 75,000 جنيه كفوف. يجيب له 50,000 جنيه لو كفوف. انت الفدان الواحد من السنه الثالثه. كفوف بس. لو اداك مجموع خضري كويس. بس احنا في السنه الثالثه بنحتاج ان احنا ما نقطعش كتير عشان يدينا مجموع في السنه الرابعه اكتر، فيدينا انتاج اكتر، فنقدر من السنه الرابعه ناخد منه كميه كفوف اكبر، وفي نفس الوقت محافظين على المجموع الخضري بتاعه. انا عندي بشر بعد 6 شهور. تمام. اللهم صل على النبي. لا هو من اول سنه بيبشر. هو من اول سنه بمجرد بعد 6 شهور ما بتحطه، ولكن المرحله الاولى دي ما بنسميهاش اللي هو بيبشر، بس حاجات خفيفه كده. لكن هو بيبدا لا والله جايب 5 7 ورقات، وكل ورقه فيها 10 حبايات، يعني 70 حبايه. وعلى فكره ده ما لا يمثل 1% من انتاج التين الشوكي. والله ده كده لا يمثل 1%. 70 حبايه مش 1%. 1%. يعني يجيب له مثلا 7000. يعني انت بتتكلم في الكوديه الواحده بتاعه التين الشوكي ممكن تطلع منها 500 تينه.
الله اكبر. فهو انتاجه لا ما شاء الله، الكف الواحد بيشيل لحد 10. انا المهندس رامي محمد بيقول 1000 عدايه. ما انا بقول لك يعني ما شاء الله انتاجه مهول، ولكن هو في مشكله، ولكن عشان نبقى ناس صادقين، هو في المكان ده مشكلته هو التسويق. التسويق يعني احنا بنتكلم في جروب واحد شاري عندي ارض يمني، زرع تين شوكي، عمل جروب اسمه ايه، منتج التين الشوكي او مش عارف ايه التين الشوكي، على الواتس. تمام. الجروب ده جاب تجار من جميع انحاء الفرافره، وبييجوا ياخدوا المحصول، حتى جم خدوا التين من عنده من على الشجر، جمعوه هم كويس جدا. وخدوا بيجمعوا ويحاسبوه على العداب كذا. يعني احنا يا حاج محمد دلوقتي الحاجه الوحيده او اللي الناس خايفه منها بالتحديد هو جمع التين الشوكي وتسويقه. احنا لو قدرنا نوفر دي بان تجار تيجي تشيل المحصول من على الشجر وتبدا تنقله، ما هم الناس هم اللي جمعوه، لان هم قالوا له احنا هنجمعه بالايه معلش المهندس محمود واقف في الشمس، فانا قلت له خلاص يا باشمهندس هنكمل بعدين، وقلت اكمل لكم بقيه الفيديو من المكتب. بالنسبه الارض يا جماعه مميزه جدا جدا جدا، تربه خليط على طفله، تمام. الارض بسم الله الرحمن الرحيم لها ورق من الدوله، يعني انت هتجيني هعمل لك تنازل واخدك واروح اسجلك في الدوله، خلص الكلام ب 6000. احنا بنقول قلنا اقل مساحه 100 فدان عشان ما حدش يقول لي اديني 10 و20، اقل مساحه 100. طب يا محمد الارض باقي فيها قد ايه؟ لا فيها لسه كتير. طيب احنا بنقول السعر يعني هيفضل كده ولا هيزيد؟ لا احنا العرض ده لحد اخر الشهر، لحد يوم 30، بعد يوم 30 هنغير سعر تاني، هيحصل اجتماع، لان انا اللي هي الارض باسمي، انا شاريها ومكتوبه باسمي، لكن انا ليا شركاء خلاص، فهم شركاتي هيقولوا لي يا محمد زود ما زود. طب هيزيد بكام؟ ممكن يبقى 12، مش كتير، من 6 ل 12 مجرانك بتبيع ب 15 و 20، كده هيطلع عيب على ارض، يقول لك ده ارض وحشه معيوبه فيها حاجه، فلازم نمشي مع السوق. طيب يا محمد حرام، طب ما تيجي تاخد قبل يوم 30. انا ما قلتش حاجه حرام ولا حلال، هو السوق كده. انا بقول لك تعالى خد قبل يوم 30، هنقل لك في المجلس ملكيه، خلص الكلام، مش محتاج. طب بيكلف كام البيت؟ ما يكلف 600 مليون، انا مالي. انت شايف ان انت تقدر تزرع في الفرافره؟ تعالى. طب وش الميه لو انت هتعمل بير بريمه يبقى 15، بير خباطه يبقى 75. الارض كيلو من الاسفلت، 11 كيلو من الفرافره، او 6 كيلو من قريه عثمان بن عفان. ما فيش. لا الارض مميزه في القرب، مميزه في الورق، لان الاراضي القديمه دي افضل من الجديده 1000 مره في السعر في الدوله، مميزه في كل حاجه. فاللي عايز يشتري ما يقعدش 100 حاجه، لا يعني الارض 6000 تنازل المجلس، تتكلف كام؟ ماليش فيه، بتتكلف 600,000 مليون جنيه، ماليش فيه. يبقى احنا قلنا الارض السعر ده لحد يوم 30. معذره انا ما بجاملش في الشغل، وما بعرفش اهزر في الفيديوهات، وما اعرفش اضحك واهزر، انا باكل عيش. اما نيجي نقعد في قاعده كده ونقعد على قهوه هنضحك ونهزر للصبح، لكن انا في اكل العيش ما بعرفش اهزر. بشكركم، كان معكم اخوكم محمد المحلاوي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.